السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله. النهاردة مع بعض هنعمل أكلة صيفي كده ممتازة. هتنفعك في اي وقت، في نفس الوقت ان انت مش هتعملي مواعين كتير ومش هتقف في المطبخ كتير. دي اهم حاجة بالنسبة لك يا ست الكل. تيجي نشوف هنعمل ايه مع بعض. نصلي بينا كده على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ونخش كده المطبخ. اول حاجة معايا بطاطس، هنغسلها كويس ونسلقها ونسيبها على النار لحد ما تتسلق معانا كويس. تمام. تاني حاجة كده هنجيب مع بعض بصلة وسط أو بصلة صغيرة على حسب الكمية اللي انت تستخدميها، وشوية سمنة، وهنسيبهم كده على النار شوية، وشوية ملح. أهم حاجة تقلبيهم كويس مع بعض عشان البصل ما يبقى كله لون واحد، مفيش واحدة تبقى مختلفة عن التانية، وطعمها يطلع معاكي مظبوط. بعد كده هتحمر معانا البصلة كده زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب رز. الكمية اللي انت تستخدميها، أنا هنا مستخدمة كوبايتين ونص. هنحط كده الرز. دي واحد، ادي اتنين ونص. تمام. هنقلبهم كده كويس. اهم حاجه تقلبيهم كده تمام عشان تاخد الرز الحراره معاكي تمام، بحيث ان الرز ما يبقاش معاكي معجن. زي ما قلنا اهم حاجه التقليب. وهنحط لقطه مكعب مرقه، وبرضه نرجع نقول مكعب المرقه لازم تدوبيه كويس معاكي عشان ما تركنش منك المرقه في جنب ويبقى طعمها مش حلو. لا، اهم حاجه تشتغلي صح عشان تطلع معاكي الحاجه مخدومه صح، وتطلع معاكي بسم الله ما شاء الله جميله جدا، وكله يشكر في اكلك ان شاء الله. يلا يا ست الكل، قومي تشجعي كده وخشي اعملي الأكلة دي في المطبخ عندك. أكلة جميلة طعمها جميل في نفس الوقت، هتنفع معاكي ومش هتوقفي فيها في المطبخ كتير. وهنا حطيت كوباية عدس مغسولة وشوية فلفل. بعد كده قلبناهم شوية، وبعد كده هننزل عليهم بالمية المغلية. أهم حاجة يكون معاكي مية مغلية، عشان لو حطيتي مية باردة أو أي مية تاني يعني غير إن هي تكون مغلية راح يطلع معاكي الرز معجن. دي التقليبة الكويسة كده، وتظبطي الملح بتاعه. تمام. بعد كده تغطيه وتوطي عليه النار، تهدي عليه النار خالص كده عشان يطلع الرز معاك مظبوط وما يطلعش شايط معاك من تحت. تمام. هنسلق دلوقتي البيض ده على حسب أفراد الأسرة. هتحط شوية الخل ده مهم جدا في سلق البيض. هيخلي معاك القشرة تطلع معاك بسهولة، ما يبقاش لاسق فيها بيض. تمام. هنيجي كده دلوقتي نحمر مع بعض البطاطس، شوية زيت أو أي مادة دهنية انت تفضليها، وننزل شوية ملح كده. تمام. أنا كترت هنا شوية ملح عشان البطاطس بتشرب الملح. بعد كده هتقلبي البطاطس. اهم حاجه تخلي الدنيا دي كلها كده تمام، تاخد اللون معاكي كلهم زي بعض. هنقلبهم كده كويس زي ما قلنا، كل شويه كده تقلبي فيهم بحيث ان هم ياخدوا نفس اللون مع بعض. ولو عجبتك الوصفه ما تنسناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفه طبعا اللون الخطير ده. بصي كده طلعنا البطاطس. بعد ما طلعنا البطاطس وصفيناها كده من الزيت، هنيجي كده نحمر البيض. لو مش حابة تحمريه في زيت تحمريه في زبدة، في أي مادة دهنية زي ما قلنا اللي تعجبكم. تمام. بصي كده البيض المدحرج ده يعني لا مزاج حاجة، بسم الله ما شاء الله، حاجة أنا بحبها كده يعني. في رمضان ده معايا أساسي. يعني لو حابة ناكل السحور كده متكلف وحاجة كده حلوة، هنعمل البيض ده. بس في الآخر كده كزبرة وكمون وفلفل أسود. هنا رشيت عليه فلفل أسود بس زي ما شايفة كده، شوية الملح اللي كانوا في الزيت، وزي الفل. بصي كده هنيجي نقدم الطبق مع بعض ازاي. برضو ده يرجع لذوقك ويرجع انت حابة تقدم ازاي. هنحط الرز كده مع بعض، وهنحاول نسويه من جميع جنب. ولو جربتيها كده الأكلة دي أنا نتمنى أن تجربيها. بصراحة حلوة وخفيفة وهتوفر عليك وقت في المطبخ. ونفس النظام برضو مفيش مواعين كتير، يدوب هما حاجات بسيطة كده. وهنطلع برضو في نفس الوقت بأكلة حلوة ومظبوطة وطعمها جميل وهتعجب الأولاد ومفيدة، فيها فايدة يعني بسم الله ما شاء الله بتاعت البطاطس والبيض. حاجات كده مفيدة جدا. تمام. هنرص البطاطس كده كويس، ترصيها دي كده حوالين الرز. تمام. أهم الشغل ضبط الشغل يا جماعة. برضو زي ما قلنا ترجع ليكي ولذوقك ان انت حابة ازاي تقدمي الطبق بتاعك. وشوية السلطة دول أهم حاجة. شوية السلطة دي يعني هتخلي الدنيا زي العسل. بعد كده هنقسم البيض بالنص، او لو حابة تسيبيه سليم براحتك برضو ده يرجع لذوقك. ادي كده البيض.
طبق فيه قيمة غذائية عالية، يعني حاجة مفيدة كده للأولاد تاكليهم وانتي مرتاحة. بروتين، طبق ده فيه نسبة عالية من البروتين والكالسيوم في البيض. ادي كده الطبق بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. جربيها وقولي رأيك فيها في التعليقات. دي كانت أول مرة نعمل كشري اسكندراني، بس بصراحة يعني مش آخر مرة، لأن خلاص أنا اعتمدت الوصفة دي. وصفة كده جميلة جدا، حاجة يعني روعة روعة. وفي نفس الوقت لأن هي مش بتخليني نوقف كتير في المطبخ، دي أهم حاجة دلوقتي في الأيام الصيف الحر ده. هنستنى رأيك فيها في التعليقات، ورأيك في الأكل بتاعنا ده النهاردة. ولو حابب مني وصفة كده نعملها لك قريب، اكتبيلي في التعليقات وأنا هنعملها لك في أقرب وقت. واستنوني كده في الفيديوهات اللي جاية بأمر الله. عاملة لكم شوية أكلات ووصفات، حاجة كده حلوة هيات للصيف هتنفع معاكي تعتمديها. وأحبائي في الله، متابعيني اللي أنا كلهم نعتبرهم عيلتي، كلكم على راسي وفوق راسي من فوق. نشوفكم على خير في فيديو جديد. حفظكم الله، مع السلامة.